كوكو البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحه جيده. كالعاده فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله لاصوص تاع بيتزا، يعني بالطريقه الاصليه كيفاش تجي حمراء وتجي بنينه وعاقده. كملوا معايا لا فيديو باش تشوفوا طريقه التحضير. بدايه جبت المقله تاعي، حطيت فيها شويه تاع الزيت، خليته كيسخن، ضفت عليه 2 فصوص تاع ثوم كبار. بعد ما تقلى الثوم تاعي ضفت له نص مغرفه كبيره تاع طوماط كونسونطري، وبقيت نحرك فيها هكا باش ما تتحرقليش. بهذه الطريقه راح تروح لها الحموضيه وتطلق البنه تاعها، يعني تجي احسن من انكم تخلطوها مع الطوماط تاع الحب ديريكتومون. جربوها بهذه لا مانيير تجي بزاف بنينه. انا توجور طوماط كونسونطري نقليها مع الاول، يعني مع الثوم. وهنايا بعد ما تقلات الطوماط كونسونطري تاعي نضيف لها طماطم تاع الحب. هنا خيروا حبات يكونوا ملاح، اللون تاعهم يكون احمر هكا باش يكونوا بنان ولاصوص تاعكم تجيكم بنينه. قطعوهم ودو بريفيرونس تميكسيوهم ولا ديروهم في الروبو، خير من اللي ترابيوهم هكا باش لاصوص تاعكم تجيكم رطبه. فوالا هنايا حركت كلش مليح، خليتهم يتقلاو شويه ومن بعد نبدا نضيف عليهم لي زيبيس. بالنسبه لي زيبيس اللي نديرهم في لاصوص تاع البيتزا، درت الملح مع الاول، درت نص مغرفه تاع ثوم بودره راح يمد لها واحد الكو هايل، درت مغرفه صغيره معمره مليح تاع الفلفل العكري، اللي يحب الحار يدير شويه، درت انا هنايا حلو. ضفت عليها نص مغرفه تاع فلفل اسود. وهذا واش كاين، هذا واش ندير لي زيبيس في لاصوص تاع البيتزا، يعني الوصفه الاصليه هذا واش يجي فيها. ضفت عليها وريقه تاع رند وشويه تاع زعتر ثاني راح تمدلها واحد الكو روعه. نخلي لاصوص تاعي تتقلى بيان، يطلق لي هذاك الرند والزعتر البنه تاعهم، تعقد شويه ونوري لكم مع الاخر لا تكستور تاعها كيفاش تجي عاقده، تجي يعني روعه. فوالا هنا هاي لاصوص تاعي كيفاش تجي مع الاخر كامل، درت لها شويه تاع سكر هكا باش ايفيتيو برك هذيك الحموضيه ما تجيناش حامضه. تقدروا تضيفوها تقدروا لا، مي انا توجور نحب نضيفها هكا باش ما تجيش لاصوص تاعي حامضه. فوالا هنايا بعد ما وجدت لاصوص تاعي شوفوا كيفاش تجي عاقده، تجي بزاف بنينه. وهنايا فوت ديريكتومون نفتح العجينه تاعي باش نوجد البيتزا تاعي. بالنسبه لاباط هذه دوك نخلي لكم لا فيديو تاعها في صندوق الوصف، ما حبيتش نطول الفيديو بزاف لانه الفيديو تاع اليوم سبيسيالمون لاصوص تاع البيتزا. الوغ اللي تحتاج الوصفه تاع لاباط تاع البيتزا راح تلقى الفيديو في صندوق الوصف، ادخلوا ليه وتفرجوه. صدقوني هاد لاباط تاني تجي روعه، اي وحده مبتدئه تجربها راح تنجح معها من اول تجربه. وهنايا فتحت لاباط تاعي، جبت البلاطو بعد ما كنت غبرته بالفارينه، حطيتها في البلاطو تاعي وراح نحشيها بفرomage اتارتيني في لي كوتي. دوك تشوفوا الطريقه كيفاش. هنا جيبوا الفرomاج تاعكم وديروه في لي كوتي تاع الخبزه تاعكم، بعد شكلوها بهذه الطريقه كما راه موضح امامكم في لا فيديو. ومن بعد جبت صفار تاع بيضه، درت له شويه تاع الحليب ودهنت به هذوك لي كوتي. حطيت عليها لاصوص طوماط
ضفت عليها شويه تاع الفرomاج غابي، خير نوعيه تكون مليحه ويكون يذوب هكا باش يجيكم الشكل تاع البيتزا تاعكم مليح ومام تجيكم بنينه. ضفت لها شويه تاع فرomاج اتارتيني اختياري، تقدروا تضيفوه كيما تقدروا تستغناو عليه، وكان عندي شويه تاع دجاج طايب ضفته هكا من الفوق، تقدروا ثاني ما ديروش عادي، انا غير كان عندي ضفته. كيما تقدروا ديروا طون ولا اي حاجه فيونداشي ولا اللي عندكم، وزينت بالزيتون شويه تاع الكزبر، وهذا ما كان. كنت جا شعلت الفرن مسبقا على اعلى درجه، خليتها طابت لي من التحت، حمرت لها شويه من الفوق هذوك الجوانب، وخرجتها وقدمتها. دوك تشوفوا كيفاش تجي. وكيما قلت لكم مع الاول، هذا الفيديو درته سبيسيال لاصوص تاع البيتزا. اللي تحب لاباط تدخل الفيديو اللي راح نخليه لكم في صندوق الوصف، تشوف لاباط، شوفوا كيفاش تجي بزاف خفيفه. وكانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. اللي شافت لا فيديو وعجبها ما تنساش تشترك في القناه اذا كانت ماهيش مشتركه، تضغط على زر الاعجاب فضلا وليس امرا، هكا باش تشجعونا للاستمرار تقديم المزيد ان شاء الله. فوالا البنات، وصلنا لنهاية لا فيديو تاع نهار اليوم، الى الملتقى في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.